جاهز 3 شاي على ترابيزه 5. عمو كنت عايزه 3 عصير مانجا. ماشي يا حبيبتي بالسلمين. ليه انا وامي واختي، بس امي واختي بيشتروا حاجات من السوبر ماركت، نزلهم على الترابيزه اللي هناك دي. خلاص ماشي يا حبيبتي، بس فين حسابها؟ اسفه يا عمو، اصل انا اتلبخت معاك في الكلام. هو انت حسابك كام؟ حسابي 100 جنيه يا حبيبتي، 3 عصير ب 100 جنيه. طيب ماشي يا عمو، اتفضل. خلاص ماشي يا حبيبتي، روحي انت بقى اقعدي على الترابيزه وانا هجيب لك العصير لحد عندك. حاضر يا عمو. جاهز يا ابني 3 عصير مانجا وروق عليهم. اخرتي كده ليه يا ماما؟ جبت لك المولتو اللي انت عايزاه يا همسه، يلا افطر عشان نلحق نروح النادي. حاضر يا ماما. همسه طلبت لنا عصير هنشربه ونروح النادي. ماشي يا حبايبي، كلوا بألف هنا. يلا احلى عصير لست البنات، اتفضلي يا حبيبتي. احلى عصير برضه لست البنات، اتفضلي. اتفضلي يا ست هاني. محمد. ايه؟ في ايه يا عمو؟ هو انت تعرف ماما منين؟ إيه لا لا، ولا اعرفها ولا حاجه يا حبيبتي. ماما بتجيلي هنا الكافيه على طول. نورتنا يا ست هاني، ان شاء الله العصير يعجبكم. عن اذنكم. ماما يا ماما، مالك يا ماما؟ شكلك اتغير كده ليه؟ في ايه يا ماما؟ ما تردي علينا. مفيش حاجه، يلا قوموا نمشي بسرعه. طب استني يا ماما نشرب العصير. طيب ما تشربوش زفت، يلا امشوا. ثانية، بعد كل السنين دي ربنا يجمعني واشوفك. محمد، انت يا محمد قوم شوف المصلحه، انت سابك اللي هو قاعد. معلش يا ريس اوكا، معلش كنت بريح شوية بس. طب يلا عشان تشوف مصلحتك وشوف ترابيزه 5 محتاجه ايه. معلش يا ريس اوكا، انا النهارده تعبان. انا هروح وهاجي بكره ان شاء الله. ماشي يا محمد، براحتك. عن اذنك يا ريس اوكا. في ايه يا ماما؟ هو انت شدتينا كده ليه من عند الكافيه وبعدين انت جبتنا عند البيت ليه؟ ايوه يا ماما، حتى طول الطريق انت مش بتتكلمي معانا خالص. بقول لكم اخرسوا خالص، انا مش عايزه كلام كتير. لا يا ماما، احنا مش هنخلص. انت بقيتي غريبه قوي من ساعه ما شفتي الراجل اللي في الكافيه ده. لا انا ولا غريبه ولا حاجه، انا بس يعني عشان ما شفتوش من زمان فاستغربت اني شفته. ما شفتوش من زمان ايه يا ماما؟ هو انت هتضحكي علينا؟ ده الراجل بيقول ان انت زبونتي وبتروحوا له على طول الكافيه. يو يا همسه انت وهنا، حكم انا مش في تحقيق. يلا اطلعوا على البيت بسرعه. نطلع على البيت ازاي يا ماما واحنا ورانا تدريب؟ لا مفيش تدريب النهارده، انا ورايا مشوار، هخلص واجيلكوا على طول. يلا سلام. في ايه يا همسه؟ هي ماما مالها؟ ما اعرفش هنا، بس في شكل مصيبه، ربنا يستر. لو سمحت، هو محمد اللي شغال هنا فين؟ محمد روح وان شاء الله بكره هيجي. في حاجه ولا ايه؟ طب ما تعرفش اوصل له ازاي؟ ما اعرفش والله العظيم مكانه، بس انا معايا رقمه جوه، ممكن اجيبه لك. خلاص اوكي، يا ريت من فضلك. ثانيه بس اخش اجيبه لك من جوه. محمد اللي جابونا تاني. اتفضلي يا استاذه، رقم تليفوني اهو. ميرسي جدا. ما تيجي تتفضلي تشربي اي حاجه. لا ميرسي، الف شكر عن اذنك. يا ترى ماما مخبيه ايه علينا يا هنا؟ ما اعرفش يا همسه، بس احنا كنا كويسين لحد لما ماما شافت الراجل اللي كان في الكافيه، بعد كده اتشقلب حالها. طب هو بابا هيرجع امتى من السفر يا هنا؟ هو المفروض ركب الطياره وهيجي على بكره ان شاء الله. انا عايزه بابا يجي في اسرع وقت يا هنا عشان يشوف حال ماما ده. همسه، تعالى ننزل للكافيه ونشوف الراجل اللي ماما اتغيرت لما شافته ده ونعرف ايه الموضوع. فكره حلوه يا هنا، يلا بينا. ريس اوكا. محمد، انت رجعت تاني ليه؟ لا مؤاخذة يا ريس اوكا، انا والله الصبح كان مزاجي وحش قوي، فقلت ارجع مصلحتي واسيبها لله. ربنا يروق بالك يا محمد. في واحده النهارده اجت سايت عليك بعد انت ما مشيت النهارده. واحدة؟ مين ده يا ريس اوكا؟ ما اعرفهاش، بس انا اديتها رقمك. ربنا يستر بقى يا ريس اوكا. طب يلا يا محمد، روح شوف مصلحتك، شوف ترابيزه 10 محتاجه ايه. حاضر يا ريس اوكا، عن اذنك. لا بقى، ده انتوا ورايا. نفسي اعرف انت مين. انا محمد. لا احنا ما نقصدش كده، نقصد انت ايه علاقتك بماما؟ ماما من اول ما شافتك وهي اتغيرت وحياتها اتشقلبت خالص. إيه، ما انا قلت لكم يا حبايبي، مامتكم دي زبونه عندي، هو ده كل الموضوع. لا الموضوع اكبر من كده بكتير. انت كمان مش قادر تحكي لنا اي حاجه، وحتى ماما مش قادره تحكي لنا اي حاجه.
يا حبايبي يا حبايبي، والله هو ده كل الموضوع. ما تشغلوش بالكم انتوا بس بحاجه، انا عايزكم تشغلوا بالكم بحاجه واحده بس، تشغلوا بالكم بالدراسه. حاضر يا عم. همسة يلا بينا احنا نمشي قبل ما ماما ترجع. يلا بينا. ما بتخلفيش، وان انت كل الفتره دي كنت بتكذبي عليه، وهو اول ما يعرف انك كنت بتكذبي عليه هيطلقك على طول. يا احمد هقول له كده ازاي؟ قول له كده بس ومالكيش دعوه، وانا ان شاء الله هتجوزك وهشترك انت وعيالك في عينيا. ربنا يستر. محمد ايه يا ايه؟ انت ايه اللي نزلك من البيت؟ مش قلت لك ما تنزليش عشان اللي في بطنك؟ طلقني يا محمد. اطلقك؟ اطلقك ايه يا ايه؟ انا عملت ايه اللي حصل؟ مش هقدر اكمل معاك يا محمد، طلقني من فضلك. طب فهميني بس، مش عايزك تكملي معايا ليه؟ طب واللي في بطنك هطلقك ازاي؟ انا ما فيش في بطني حاجه، انا كنت بكذب عليك. انا اتاكدت من الدكتور ان انت ما بتخلفش. ما بخلفش؟ ما بخلفش؟ ما بخلفش ازاي الكلام ده؟ طلقني يا محمد، بعد اذنك طلقني، انا مش هقدر اعيش مع واحد ما بيخلفش. يعني انت كنت بتكذبي عليا كل الفترة اللي فاتت دي؟ ازاي انا ما بخلفش؟ ازاي؟ هطلقك لان انا ما اعرفش اعيش مع واحدة كذابة. انت طالق. والله ايه اللي انا عملته في نفسي ده؟ بس اللي انا عملته ده كان كله غلط في غلط. يا ريتني ما سمعت كلامك يا احمد. ايه ده؟ هو انتوا ساكنين هنا؟ لا والله. وانت عارف مكان بيتنا؟ لا ولا اعرف مكان بيتكم ولا حاجة، ده انا كنت معدي كده بالصدفة فشفتكم. بتقولي بقى بالصدفة؟ ماشي. قولوا لي يا حبايبي، امال مامتكم فين؟ انت عايز مامتنا في ايه بقى ان شاء الله؟ مفيش، جات لك كافيه وسالت عليا وانا ما اعرفش هي عايزه مني ايه، فعشان كده جيت لكم. جات لك الكافيه؟ هي ماما مش موجودة دلوقتي يا محمد، لما تيجي هقول لها ان انت سألت عليها. خلاص ماشي يا حبيبتي، يلا مع السلامه. انا لازم اوصل لها قبل ما هي توصل لي. اي الحمد لله على السلامه يا احمد. الله يسلمك يا اي، انتوا وحشتوني قوي. امال فين العيال؟ سبتهم في البيت، عايزه اكلمك في مصيبه. مصيبه؟ مصيبه ايه يا اي؟ ايه اللي حصل؟ محمد رجع وبقى شغال في الكافيه من تاني. طب وايه يعني يا اي؟ هو في حاله واحنا في حالنا، مالناش دعوه بيه. انت هتستعبط يا احمد، انت ناسي ان همسه وهنا يبقوا ولاده. طب ومين هيقول له الكلام ده يا اي؟ الموضوع ممكن يتعرف في اي لحظه، ويعرف ان انا كنت بكذب عليه وان هو بيخلف. ايه دي بس يا اي؟ ايه دي يا حبيبتي؟ شكل اعصابك متوتره، امشي معايا. الكلام اللي انا سمعته ده صح؟ يعني انا طلعت بتكذب عليا كل الفترة اللي فاتت دي؟ يعني انا طلعت بخلف وطلع عندي ولاد؟ انا لازم اتأكد قبل ما اعمل اي حاجة. حبايب بابا. بابا انت وحشتني قوي يا بابا، انت اتأخرت المرة دي في السفرية دي ليه؟ وانتوا كمان وحشتوني قوي، ما عادش اتاخر عليكم بعد كده، والسفريه الجايه هاخدكم معايا كلكم. بجد يا بابا؟ يعني انت السفرية الجاية هتاخدنا معاك كلنا امريكا؟ ايوه بجد يا حبيبتي، علشان امكم عايزه تغير جو شويه، ولا ايه يا ايه؟ 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 معلش ما خدتش بالي، كنتوا بتقولوا ايه؟ هي يا ماما دايما كده يا بابا، على طول سرحانة. مالك يا جميل سرحان في ايه؟ في ايه يا مالك؟ مفيش حاجه، انا بس عايزه اقعد لوحدي شويه. هي ماما مالها يا بابا؟ ها يا دكتور، طمنا على التحاليل. التحاليل اثبتت انك سليم 100% وبتخلف وما عندكش اي مشكله. يعني انا بخلف عادي يا دكتور؟ ايوه يا محمد، بتخلف عادي، ما عندكش اي مشكله. ازاي الكلام ده؟ ماشي يا دكتور، الف شكر. محمد انت ليه اتجوزتني وانت ما بتحبنيش؟ ليه كذبت عليا وقلت لي ان انا ما بخلفش؟ ليه رحت ربيت عيالي مع واحد غريب مش ابوهم وكذبت عليا وقلت لي ان انا ما بخلفش وحرمتني من كلمة بابا وهربت مع عشيقك؟ ليه عملت فيا كل ده؟ ليه؟ كذب والله كذب كل الكلام ده. انت جبت الكلام ده منين؟ هتكذبي عليا تاني؟ انا عرفت الحقيقة كلها. انا لازم انتقم منك في كل اللي انت عملت فيا. همسة، هنا. مين ده
معلش عامل كده ليه يا همسه؟ اهدي يا هنا، انت مين يا عم وعرفت اسامينا منين؟ انا اعرفك من زمان قوي يا همسه انت وهنا، بس انتوا الاتنين ما تعرفونيش. انت اكيد جاي هنا علشان تخطفنا يا عمو، صح؟ اخطفكم بس يا حبايبي، انا بحبكم وما اقدرش اذيكم، انتوا ولادي. همسه، هنا، انتوا واقفين مع مين كده؟ محمد، الحقونا حد يلحقنا من المجرم ده، الحقونا. ما تصدقهاش يا حبايبي، انا مش مجرم ولا شرير، انا بحبكم وعمري ما اذيكم. انت تعرفي الراجل ده منين يا ماما؟ اسكتي خالص يا همسه، ما اسمعش صوتك، وانت ما اشوفش وشك هنا تاني بدل ما اطلب لك الشرطه. حاضر همشي، بس مش هسيبك، هرجع لك تاني. يلا اطلعوا قدامي على البيت. لا يا ماما، علشان خاطري سيبينا نلعب في الشارع شويه. لا، من هنا ورايح ما عادش فيه لعب في الشارع نهائي. انا عارفه يا ماما ان انت متضايقه عشان هنا وقفنا نتكلم مع الراجل اللي كان شكله وحش ده، بس اوعدك يا ماما ان هو لو جه يتكلمنا تاني احنا هنسيبه وهنمشي ومش هنرد عليه. يا حبايبي انا خايفه عليكم. ما تخافيش علينا يا ماما. طيب بس خلي بالكم من نفسكم انتوا الاثنين وما تبعدوش. حاضر يا ماما. هنا، انا حاسه ان ماما تعرف الراجل اللي كان واقف معانا ده. ايوه يا همسه، اصل هي من اول ما شافته وهي مش على بعضها، وبعدين شكلها اتغير. تفتكري مين الراجل ده يا هنا؟ ملناش دعوه بقى يا همسه، وبعدين الله اعلم، تعالي نلعب. انا ليه بعمل في نفسي كده؟ ليه ساكت على الحقيقه لحد دلوقتي؟ ليه ما عرفتش البنات على حياة امهم؟ انا تعبت يا رب خدني. همسه، هنا، تعالوا. ايه ده يا ماما، انت رايحه فين؟ راح السوق يا حبيبتي اجيب لحمه وشويه حاجات عشان الاكل بتاعنا. الله يا ماما، انت هتعملي لنا لحمه، انا بحبها قوي، تسلم ايدك. حبيبي خلي بالكم انتوا الاثنين من بعض بقى، عم اروح السوق بسرعه وهاجي على طول، مش هتاخر عليكم. خديه معاكي السوق يا ماما. لا يا حبايبي، اقعدوا انتوا العبوا هنا مع بعض وانا مش هتاخر عليكم، بسرعه وهاجي. حاضر يا ماما، خلي بالك من نفسك. باي يا حبايبي، وانتوا كمان. يا محمد روح للبنات قول لهم على الحقيقه. احمد الحقنا، انا واقعه في مصيبه، الحقني. ايه دي بس يا في ايه اللي حصل؟ محمد رجع بعد 11 سنه. ياه، هو محمد جوزك ده لسه عايش؟ هو لسه فاكركم بعد السنين اللي فاتت دي كلها؟ مش عارفه بقى، انا خايفه اقول الحقيقه للبنات وراح في داهيه. بكده مفيش غير هو حل واحد، بس اهم حاجه تجمدي قلبك يا ايه. انا مجمده، انا مستعده اعمل اي حاجه. هنخلص عليه. مين هيعمل كده؟ انا هكلف ناس تعمل بالمهمه دي يا ايه، بس اهم حاجه تجمدي قلبك، واهم حاجه تكون انت موافقه. موافقه، خلص عليه. خدي همسه التليفون، انا هطلع اخش الحمام ومش هتاخر عليكي. حاضر يا هنا، بس ما تتاخريش عليا عشان انا بزهق. حاضر يا همسه، مش هتاخر عليكي. همسه، يوه انت تاني، انا نفسي اعرف انت مين. انا نفسي اقول لك انا مين، بس انا خايف عليكي لا تتاذي بسببي. اتاذى بسببك؟ واتاذى بسببك ليه اصلا؟ انا مش فاهمه حاجه. انا هقول لك على كل حاجه، بس احلفي اللي انا هقوله لك ده ما تقولهوش لاي حد. ورحمه ابويا انا مش هقول لاي حد، شفت حلفتك برحمه ابويا اهو. ايه ده؟ هو انت ابوكي ميت يا همسه؟ لا مش ميت، بس انا بعتبره ميت. هو بتعتبريه ميت ليه؟ عشان راجل ندل اتجوز ماما في السر وخلفت منها انا وهنا، وفي الاخر وماما حامل رماها في الشارع. انت مين اللي قال لك الكلام ده يا همسه؟ ماما لما انا كبرنا انا وهنا هي قالت لنا. وانت صدقتي الكلام ده؟ ايوه صدقته، انا بكرهه ولو شفته في الشارع هطفه في وشه. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا ايه. استنى يا عم، انت ما قلتليش انت اسمك ايه وعايز مني ايه؟ مع الوقت هتعرفي كل حاجه، هشوف وشك على خير. حرام عليكي، حرمتني من عيال 11 سنه وكمان مطلعاني في نظرهم شخص زباله. انت ايه؟ شيطانه. لا، انا بحكي للبنات عنك كل خير. كل خير ايه يا زباله؟ انا مفهمه العيال اللي انا اتجوزتك في السر، ولما خلفت منك رميتك في الشارع وما رضتش اعترف بالعيال. انت عرفت منين يا محمد الكلام ده؟ ابوس ايدك ما تهدمنيش يا محمد، انا اسفه على ايه ولا ايه؟ انا نفسي اقتلك،
بس اقتلك بسبب لما طردتيني من البيت ولبستنا قضية سرقة ظلم وحبستيني، ولا اقتلك علشان ما خليتنيش اشوف عيالي وهم صغيرين ولا حتى اعرف اربيهم، ولا اقتلك بسبب اللي انت قلت لي عيالي وطلعتني شكلي قدامهم وحش. انت ايه حرام عليكي. انا اسفه والنبي ما تقتلنيش. امشي من وشي، امشي من وشي. حسبي الله ونعم الوكيل. كل ده هنا ايه التأخير ده؟ معلش يا همس، اصل انا كنت جعانة فعملت لي سندوتش. هنا تعالوا. مين فيكم اتكلم مع الراجل ابو وش محروق؟ ردوا عليا، مين فيكم اتكلم معاه؟ انا كنت لسه نازلة يا ماما وما شفتوش. انا اتكلمت معاه يا ماما. على فكرة هو راجل غلبان قوي وكمان طيب ومهوش شرير. وقلت له ايه يخص ابوكي؟ مفيش حاجة يا ماما، هو قال لي باباك عايش ولا ميت وقلت له هو عايش بس انا معتبراه ميت، وقعدنا نتكلم مع بعض شوية بعد كده هو مشي. وقال لك ايه طيب؟ ما قاليش حاجة يا ماما. في انت مكبرة الموضوع كده ليه؟ انت كمان بتردي عليا؟ انت بتضربيني يا ماما؟ ماشي. في ايه يا كلمتني اجيلك بسرعه عليه في ايه؟ محمد جوزي اتهجم عليا وكان هيقتلني بالسكينه. محمد جوزك ابو وش محروق ده اتهجم عليك وكان هيقتلك بالسكينه؟ ده عبيط، ده ما يعرفش حتى يقتل فرخ. عارف كل اللي انا كنت بقوله للبنات وانا خايفه منه قوي. طمنيني بس، لا يعرفوا حاجه منه؟ لا هو خايف يقول لهم، لان انا عرفت ان هو لو قال لهم الحقيقه هيتاذوا، فهو خايف عليهم. ما انت السهله برضه يا اختي، طلعت شيطانه. سيبك من الكلام ده، المهم لقيت اللي يخلص عليك. كلها 24 ساعه وقول الله يرحمه. ربنا يستر. يا نهار اسود، ايه اللي احنا بنسمعه ده يا همسة؟ يعني الراجل ابو وش محروق ده يبقى ابونا؟ محمد انت وشك اتحرق وعينيك راحت وبقى شكلك وحش. طب اعمل ايه يعني يا آية؟ ما هو كل ده بسببك. لما البيت ولع وانا بنقذك منه كل ده حصل لي بسببك. انا مش عايزه عيالي لما اخلفهم يبقى عندهم اب معاق وشكله وحش. معاق وشكله وحش؟ ليه كل ده يا آية؟ محمد انت تبعد خالص وتطلقني وما تظهرش في حياتنا تاني عشان عيالك ما يتاذوش بسببك، انت فاهم؟ يتأذوا بسببي؟ يتأذوا بسببي ليه؟ أنا عملت إيه؟ طب لو مشيت هروح فين؟ بس حاضر همشي علشان عيالي ما يتأذوش بسببي. انت طالق يا آية وباحكي لعيالي عني كل خير. اشوف وشك، اشوف وشك على خير. بالسلامة. الو الشرطة، طليق محمد جبة سرقني، سرق ذهبي وفلوسي وهرب، الحقوني. انا سمعته. ايوه يا هنا، الراجل ابو وش محروق ده طلع ابونا. انا مش عارفه ليه يا هنا هو بعد السنين دي كلها رجع يدور علينا. ايوه يا همسه، وانا برضو مش عارفه هي ليه ماما بتخاف منه قوي كده. هنا ماما طلعت بتكذب علينا في كل اللي هي بتقوله. همسه ما حدش فينا عارف الحقيقه، بس في شخص واحد بس يا هنا هو اللي عارف الحقيقه كلها، بابا. احنا لازم ندور عليه. يلا بينا يا همسه. انا دورت على بابا في كل حته يا همسه، ملوش اثر. انا خايفه قوي يا هنا لا يكون خال احمد جاب ناس عشان تخلص على بابا. ازيكم يا بنات؟ الحمد لله. انا مش جاي اضايقكم والله، انا بس جاي اسلم عليكم قبل ما امشي. تمشي تروح فين يا بابا بس وتسيب عيالك؟ ايوه يا بابا احنا عرفنا كل حاجه، بس عايزينك تقول لنا الحقيقه. حقيقة ايه بس يا اولاد؟ ايه الكلام الفارغ بس اللي انت بتقولوه ده؟ ما تكذبش علينا يا بابا وقول لنا الصراحه، احنا مش هنتأذي منك ولا حاجه، احنا بنحبك. حاضر، انا هقول لكم على كل حاجه. وانتوا في بطن امكم طلبت مني ان انا امشي وموريهاش وشي تاني علشان انا وشي محروق،
بس انا معرفش هي قالت لي ليه كده، مع ان اللي في وشي ده بسببها. امكم في يوم الشقة ولعت بيها وانا دخلت انقذتها من جوه، وانا بنقذها وشي اتحرق كله وعيني اتصفت. طلبت مني ان انا امشي علشان انتوا ما تتأذوش بسببي وتستعروا مني، فسمعت كلامها. بس انا ما عادش قادر استحمل، رجعت علشان انتوا وحشتوني. بس والله العظيم انا عمري ما سبتكم. ولما مشيت من البيت علشان ما تتأذوش بسبب، خفت عليكم عشان بحبكم. بس امكم كانت شرانية، بلغت الشرطة وقالت لهم ان انا حرامي وحبسوني. بس كده يا همسة انت وهنا، هي دي كل الحقيقة. انا ما سبتكوش، انا اتبهدلت كل السنين اللي فاتت دي علشان اخليكم كويسين، واستحملت كل حاجة وحشة. انا ما اقدرش استغنى عنكم، انتوا ولادي حبايبي. احنا من النهارده يا بابا ما عدناش هنسيبك تاني، احنا بنحبك قوي يا بابا. الف حمد وشكر ليك يا رب. تعال معايا يا بابا، انت هترجع بيتك القديم من تاني. لا يا همسة يا حبيبتي، انا مش هسكن في البيت ده تاني، انا هرجع البيت اللي انا قاعد فيه. عايز امشي من المكان ده. واحنا مش هنسيبك يا بابا، وهنفضل معاك. ربنا يخليكم ليا يا حبايبي.